تصدقوا إن أكتر كائن قتل بشر في تاريخ البشرية مش أسد ولا حروب ولا حتى كوارث طبيعية؟ الناموس. أيوة، اللي بتزن في ودنك بالليل. تعالوا بقى نعرف حقيقة الموضوع ده. البعوض أو اللي بنسميه عندنا في مصر الناموس، الكائن اللي بيطلع لك مخصوص بالليل لما بتطفي النور. هقولك عنه مفاجأة. أولا، مش كل الناموس بيقرص. أيوة، اللي بيعضك ويمص دمك هي الأنثى فقط. الذكر غلبان يا عيني، بيتغذى على الرحيق والنباتات، يعني تقدر تقول عليه كده كائن نباتي. طيب ليه الأنثى بتعمل فينا كده؟ مش علشان جعانة، لأ، عشان محتاجة بروتين من الدم عشان تقدر تبيض. يعني ببساطة حضرتك بالنسبة لها مش وجبة، انت مشروع أمومة. الناموسة بقى بتعرفك ازاي وسط الناس. اوقات بنبقى قاعدين في قاعدة واحد بس الناموس بيعمل عليه حفلة والباقي كله تمام. ده بيكون بسبب ان الناموسة عندها أجهزة استشعار احسن من الGPS، بتحس بثاني أكسيد الكربون وحرارة الجسم والعرق وريحتك الطبيعية وبعض فصائل الدم. والأمثلة على دول، أولاً طوال القامة. فنلاقي مثلاً الناس الطوال دول علشان بيمتلكوا رئتين بحجم أكبر، فبالتالي بيفرزوا ثاني أكسيد كربون بشكل أكتر، فبيكونوا عرضة أكتر للدغ البعوض. ثانياً الحوامل، وده برضو لأنهم بيفرزوا ثاني أكسيد كربون أكتر من غيرهم، لأن الحامل بتتنفس عنها وعن الجنين. ثالثاً الرياضيين، ممارسة الرياضة ينتج عنها اللاكتيك أسيد اللي بيفرز عن طريق العرق، والناموس بيحب الحمض ده جدا، وعشان كده بيستهدف النشطاء بدنيا قبل الخاملين. رابعاً أصحاب فصيلة الدم O، دول أكتر ناس بيستهدفهم الناموس. إزاي بقى الناموسة بتقرص؟ الموضوع مش سن واحد، دول 6 أجزاء بتشبه الإبر بتسمى القليمات، كل واحد فيهم ليه دوره. واحدة بتمسك الجلد، واحدة بتقطعه، واحدة بتحقن لعاب، وواحدة بتمص الدم. بس الناموسة قبل ما بتمص دمك بتحقن لعاب فيه مادة بتحتوي على بروتينات مضادة لتخثر الدم عشان تسهل عملية امتصاص الدم وتمنع تجلطه. فعلشان كده الجسم بيفهم ان فيه دخيل، فبيقوم يفرز الهستامين، فتلاقي انه حصل لك حكة وتورم واحمرار. يعني الحكة اللي بتحصل مش من القرصة، ده من جسمك لما اتضايق من قرصة الناموسة فأفرز الهستامين. معلومة كمان عن الناموس، الناموسة بتمص دم قد وزنها تقريبا وتطير بعدها وهي تقيلة. طيب الناموس ده كله بيجي منين؟ الناموس بيعشق المية الراكدة، غطا ازازة، طبق زرع، جردل منسي، شوية مية مدلوقين في أي حتة، يعني أصغر نقطة مية ممكن تبقى حضانة ناموس. خطورة الناموس يا جماعة أخطر مما إحنا نتخيل. مش بس فكرة إنه زنان وبيقرص، لأ، ده بينقل أمراض خطيرة زي الملاريا، حمى الضنك، فيروس غرب النيل، الفلاريا، داء الفيل، الحمى الصفراء. وعشان كده الناموس مسؤول عن وفيات بشرية أكتر من أي حيوان تاني في التاريخ. يعني في الآخر كائن وزنه أقل من نقطة مية قدر يغير تاريخ البشرية، والسبب إنه بيحب الدم. لذلك لو حد اتلدغ بلدغة ناموسة وحصل له صعوبة في التنفس أو حمى أو قشعريرة أو التهاب شديد في مكان اللدغة، ضروري جدا يرجع للطبيب وما يسكتش. عشان كده يا أصدقائي ما ينفعش إن احنا نستهين بقرصة الناموسة، ونحاول قد ما نقدر إننا نقلل كمية الناموس الموجودة حوالينا. إن قدرنا إن احنا نقضي عليها تماما يبقى أحسن، وده هيكون باستخدام حاجات كتير متوفرة دلوقتي، أجهزة إزالة الناموس والصاعق الكهربائي وغيرها من الأشياء اللي نقدر نستخدمها ونحمي بيها بيوتنا من وجود الكائن الرذل اللي اسمه الناموس. عافانا الله وعافاكم من كل شر. أتمناكم بخير. تحياتي للجميع.